في مثل قديم بيقول لك ابعد عن الشر وغني له، بس ساعات الشر ده بيبقى شكله حلو وبتدخله بيتك بمزاجك، بس انت ما تعرفش ان الشر اللي انت دخلته بيتك ده ممكن في يوم من الايام يسرق ملامحك. ربنا يسترها عليك يا ابني من اللي هتشوفه. دي كانت اخر كلمه قالها راجل عجوز في سوق الجمعه ليوسف. يوسف ما ردش عليه وكمل في طريقه ومشي، بس يوسف كان شايل في ايده مرايه جديده، بس ما كانش واخد باله ان انعكاسه في المرايه بيضحك ابتسامه نصر كانه لقى بيته الجديد. التحذير ده يوسف افتكره كويس قوي بعد كام يوم من يوم ما اشترى المرايه دي. يوسف شاب عنده هوايه ان هو ينزل كل اسبوع يوم الجمعه سوق الجمعه، وفي يوم لقى مرايه جديده ببرواز خشب ملوكي، حس ان شكله فيها اوضح واحسن. سأل راجل عجوز دي بكام يا حاج؟ الراجل بص له وقال له دي ما تلزمكش يا ابني. يوسف صمم انه يشتريها وقال له بكام بس؟ الراجل العجوز قال له يا ابني انا بحذرك لوجه الله، المرايه دي الشر مستخبي جواها. ابويا قال لي قبل ما يموت اوعى تدخلها بيتك، وانا بقول لك ده رفقا بيك. يوسف اصر انه يشتريها، قال له انت بتقول لي كده يعني عشان تغلي في ثمنها؟ قول يا عم الثمن اللي انت عايزه. الراجل العجوز قال ثمن لو بيخسر فيها مش هيبيعها بالثمن ده، بس يوسف فرح وخد المرايه وجري كانه لقى كنز، وروح البيت علق المرايه على اهم حيطه عنده في الاوضه قدام سريره. ما كانش يعرف ان هو كده علق كابوسه بايده. الكابوس ده ما استناش كتير عشان يوري له الرعب اللي هيشوفه. كان نايم وصحي بالليل عشان يشرب، وبعد ما امن على السرير بخطوتين بيبص على المرايه لقى نفسه لسه نايم. فرك عينه وبص تاني لقى الخيال اختفى ورجع تاني في مكانه. يوسف ما حطش في باله، عادي يعني يمكن بيتهيألي وعيني مزغلله. يوسف كان بيحاول يقنع نفسه ان هو بيحلم، بس الاحداث الصغيره اللي كانت بتحصل من غير ما ياخد باله كانت بتقول غير كده، لان الحاجات اللي كانت بتحصل دي كانت صغيره بس متلاحظه. يحط محفظته على السرير يلاقيها موجوده على الكومودينو، يقعد يقرا كتاب يلاقيه بقى مرمي على الارض، وبيحلم بكوابيس غريبه كأن حد بياخد وشه. كان بيقول لنفسه انا بنسى وتركيزي قل اليومين دول، انا محتاج اروح لدكتور. عقله كان رافض انه يربط كل اللي بيحصل له ده بالمرايه الجديده لحد الليله دي لما قال لنفسه انا اكيد كنت بحلم. كانش يعرف ان لسه الحلم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمره دي الحلم مش هيستنى لنص الليل عشان يظهر، ده ممكن يظهر بدري جدا. يوسف فضل باصص قدام المرايه شويه، وفجاه انعكاسه في المرايه ابتسم ابتسامه واسعه ما فيش فيها اي فرحه، ابتسامه بارده وبتخوف. وبعدين شاور على يوسف وقال له كانه بيقول له انت صح انا موجود. من يوم ما شاف انعكاسه وهو نايم وهو بقى حاسس ان في حاجه غلط بتحصل في الشقه دي، بيتفادى يبص فيها في نص الليل، لحد ما في ليله كان قاعد بيقرا في كتاب، وهو بيقرا سمع صوت نفس ونفس تقيل. رفع عينيه من على الكتاب وبص على المرايه لقى نفسه قاعد بيقرا الكتاب عادي، بس صدره ما كانش بيتحرك، قاعد بيتنفس نفس جامد وصدره ما بيتحركش، صدره ثابت في المرايه. يوسف قام وادي النور لقى شكله زي ما هو عادي، بس فجأة وهو واقف الخيال اللي في المراية ابتسامة باردة وشكلها وحش ومرعبة جدا. ده غير انه كمان وقعد يهز له راسه كأنه بيقول له عندك حق انا بتحرك. الابتسامة دي خلت يوسف يتأكد ان اللي معاه في الأوضة ده مش مجرد خيال، ده في حاجة بجد. يوسف اترعب طبعا لما شاف خياله في المراية وقال انه هيتصرف، بس التصرف اللي هيعمله ده كان هيحول المشكلة لكارثة. من الرعب صرخ ورزع المراية في الأرض، اتكسرت لألف حتة، صوت الإزاز وهو بيتكسر كان عالي جدا. يوسف حس براحة كبيرة كأنه قتل وحش. نزل شقته وهو بينهج وحس انه اخيرا هينام مرتاح. الليله دي نام نوم عميق، اول مره ينام النوم ده من ايام فاتت، بس الراحه دي كانت هدوء ما قبل العاصفه. تاني يوم بعد ابتسامه المرايه خد قرار ان لازم المرايه دي تخرج من بيته. طلع بيها على السطح عشان يكسرها، بس في اللحظه اللي رفع ايده فيها ولسه هيرميها سمع صوت من وراه بيقول له اوعى تعمل كده. لف وراه ما لقاش حد، رجع بص للمرايه لقى خياله في المرايه بيبص له وبيضحك له. وهنا يوسف انهار، المرايه وقعت من ايده واتدغدغت. ما كانش يعرف انه لما كسر المرايه هو حرره، والدليل على ده لما شافه تاني يوم الصبح. صحي الصبح لقى على دراعه خرابيش كأن ضوافر حد معلمه عليه، ولقى الغطا اللي هو متغطي بيه متقطع ومليان بلاوي، كأن في خناقه كانت دايره بالليل وهو نايم وهو مش حاسس بحاجه. في اللحظه دي يوسف اتاكد ان انعكاسه ما بقاش موجود بس في المرايه. يوسف كان مفكر انه بعد ما كسر المرايه خلاص اتحرر، بس لما صحي ولقى الخرابيش موجوده على دراعه قال يمكن كان بيحلم واتقلب بزياده ولا حاجه. عدى اليوم عادي، بس بالليل وهو بيجهز نفسه عشان ينام حس بقلق غريب وهو بيبص على مكان المرايه الفاضي. لما امن على السرير وهو مرعوب فهم ان العفريت اللي كان ساكن جواها بقى حر. عشان يتاكد عمل اخر حاجه ممكن تتخيلها، جري على اي مرايه كانت موجوده في الصاله عنده في البيت عشان يتاكد انه مش مجنون. بص على شكله في المرايه كان طبيعي، بس اللي مش طبيعي انه لقى فيه خيال اسود واقف جنبه. يوسف اتكهرب مكانه وهو باصص في مرايه الصاله، انا كسرت المرايه خلاص. يوسف كان مفكر انه بعد ما شاف الخرابيش اللي كانت موجوده على الغطا بتاعه على ايده انه خلاص كده العفريت سابه، بس يوسف اتجنن بدا يفتش في الاوضه زي المجنون، هو عايز مني ايه؟ ما كانش فيه اي اثر لاي حاجه. الهدوء كان بيخوفه اكتر من اي حاجه. يوسف بعد ما بص في مرايه الصاله ولقى خيال واقف جنبه انهار تماما، وفي نفس اليوم لما هدومه وجري من الشقه.
الهروب ده كان بدايه مرحله جديده، ده احنا لسه بنسمي. انت فتحت باب ما كانش لازم يتفتح يا ابني. دي كانت اول حاجه قالها الشيخ ليوسف. المرايات القديمه دي بوابات لعفاريت زمان، اللي خرج ده مش هيسيبك بسهوله، ده اتعلق بيك. الشيخ بدا يقرا على يوسف، ويوسف بدا جسمه يترعش بشكل غريب، كل شويه يحس بصداع غريب، كل شويه يحس ان هو محتاج يقوم يجري. كلام الشيخ كان صادم، بس كان فيه امل ان ممكن يبقى فيه طريقه للمواجهه. يوسف بعد ما جري من الشقه قرر يكلم واحد صاحبه، وصاحبه ده راح معاه الشيخ. بعد جلسه قراءه طويله الشيخ ادى ليوسف بعض التعليمات اللي لازم يمشي عليها. قال له اول حاجه الشقه دي ما تدخلهاش تماما وانت لوحدك، تاني حاجه لازم نرجع الشقه دي حالا ونحصنها ونطرد اللي فيها. بس طرد العفاريت ده ما كانش سهل زي ما انت فاكر. رجعوا الشقه بالليل هما الثلاثه، اول ما دخلوا حسوا بسقعه غير عاديه، كانهم دخلوا ثلاجه، وفجاه النور ضلم، ولما ولعوا كشافات الموبايلات شافوا خيال اسود واقف في اول الصاله. الشيخ زعق بصوت عالي وقال ايه معينه، الخيال صرخ وبدا يرجع لورا وبدا يدخل في الحيطه ويختفي، والشيخ فضل يكمل ويقرا لحد ما الخيال اختفى تاني اكتر. يوسف كان فاكر ان الكابوس خلاص خلص، بس نظره الشيخ القلقانه كانت بتقول غير كده. الشيخ قال لهم ان الحل الوحيد هو المواجهه، لازم نرجع الشقه دي ونطرده منها. يوسف كان مرعوب بس عرف ان دي فرصته الاخيره. لما دخلوا الشيخ بدا يقرا ايات معينه والبيت بدا يترج. الاطباق في المطبخ كانت بتخبط في بعض بشكل مرعب لدرجه ان في اطباق اتكسرت. لما الانوار رجعت والشقه هديت الشيخ بص ليوسف وقال له هو مشي دلوقتي بس هيرجع. والنبوءه دي حصلت بشكل كان اسرع بكتير مما نتخيل، لحد ما في يوم بعد شهور كان ماشي في شارع في المنطقه الجديده ولمح محل انتيكات جديد. الفضول خده ودخل يتفرج، ويوسف ما بيحرمش، فضوله قتله برضه. وهو بيلف عينه جت على مرايه، نفس المرايه اللي كسرها، بس المره دي لما بص في المرايه ما لقاش انعكاسه، لقى واقف جنبه خيال اسود واقف بيبص له ومش باين منه غير سنانه وبيضحك. الشيخ بص ليوسف وقال له النوع ده من الجن يا ابني لما بيختار حد بيفضل قاعد له، والحل الوحيد انك تسيب الشقه وتمشي. ويوسف سمع الكلام فعلا بس ما غيرش هوايته. هو سافر وعاش في بلد تانية، بس كان فاكر ان المسافه هتحميه، وده ما حصلش. اكتشف ان العفريت اللي كان ساكن في المرايه او ساكن في الشقه ما كانش ساكن فيهم، كان ساكن فيه هو. يوسف طلع ملبوس،